اختفي في صمت واشتغلي على نفسك، والنتيجة هتصدم الكل. هيستغربوا ازاي اتغيرتي. السلام عليكم يا بنات. في ناس اول ما تاخد قرار انها تغير حياتها تعمل ايه؟ تنزل ستوري وتقول لكل اصحابها وتحكي لكل اللي حواليها انا هبدأ دايت او هتذاكر او هتشتغل على نفسها، وبعد اسبوع كل الحماس بيختفي. لكن تعرفي ايه السر اللي الناس كتير ناجحة بتعمله؟ انهم بيختفوا، مش علشان يهربوا من الناس، لكن عشان يرجعوا نسخة محدش كان يتوقعها. في الفيديو ده هقولك ايه اكبر غلطة ممكن تعمليها، هي انك تعلني كل خططك، وازاي تشتغلي على نفسك في هدوء لحد ما النتيجة هي اللي تتكلم عنك. ولو سمعتي الفيديو للآخر ممكن تكوني بدأتي اول خطوة في تغيير حياتك فعلا. اول فكرة، بطلي تحكي كل اهدافك. اول غلطة كنت بعملها ان اول ما اقرر اغير حاجة احكي هبدأ رياضة، هبدأ اقرأ، هبدأ اوفر فلوسي، هبدأ اصلي في وقتي، وافضل اتكلم واتكلم وفي الاخر ولا اعمل حاجة. ليه بقى؟ لان مخك احيانا بيعتبر الكلام نفسه انجاز. لما الناس تشجعك تحس انك حققتي جزء من الهدف، فتقل رغبتك في التنفيذ. وعلشان كده خلي اهدافك بينك وبين نفسك، ولما تنجحي ساعتها الناس هي اللي هتتكلم. الفكرة التانية، ما تستنيش حد يسقفلك. في ناس مشكلتها انها مستنية حد يلاحظها، مستنية حد يقول واو انتي اتغيرتي. لكن الحقيقة اغلب الناس مشغولة بنفسها، ولو فضلتي مستنية التقدير هتقفي. اعملي اللي بتعمليه علشان نفسك، مش علشان الناس. وده لان التغيير الحقيقي بيبدأ لما تبطلي تربطي قيمتك برأي اي حد. الفكرة التالتة، اختفي من المقارنات. كل ما تفتحي السوشيال ميديا هتلاقي حد سبقك، حد جسمه احسن، حد بيته احسن، حد شغله احسن. ولو فضلت تبصي عليهم عمرك ما هتبصي على نفسك. اعملي لنفسك فترة هدوء، قللي المقارنة، واستخدمي الوقت ده في انك تبني حياتك انتي. لان المقارنة بتسرق الطاقة، لكن العمل بيصنع النتيجة. اما الفكرة الرابعة، اقفلي باب المشتتات. تعرفي ليه ناس كتير عمرها ما بتوصل؟ مش لانها اقل ذكاء، لكن لان تركيزهم متقسم. 5 دقايق على التيك توك، و10 دقايق على الانستجرام، وشوية واتساب، وفجأة اليوم خلص. التغيير الحقيقي محتاج تركيز. مش لازم تختفي من الدنيا، لكن اختفي من اي حاجة بتسرق وقتك. كل ساعة بتوفريها النهاردة هتكون نتيجة بكرة. الفكرة الخامسة، ما تستنيش الحماس. اكبر كذبة صدقتها زمان اني لازم ابقى متحمسة عشان ابدأ. لكن الحقيقة الحماس بيجي ويروح. اللي بيخليكي توصلي هو الانضباط. اعملي الحاجة حتى لو ملكيش نفس. مثلا اقرأي صفحتين، رتبي اوضتك 5 دقايق، اعملي تمرين 10 دقايق. كل خطوة صغيرة بتقول لنفسك انا شخص بيكمل، وده اهم بكتير من الحماس. الفكرة السادسة، بطلي تبرري. كلنا عندنا ظروف، بس الفرق في ناس بتستخدم الظروف كسبب، وفي ناس بتستخدمها كدافع. لما تبطلي تقولي اصلي ما عنديش وقت، اصلي تعبانة، اصلي هبدأ من السبت، هتلاقي نفسك بدأتي النهاردة. واوقات البداية الناقصة افضل من الانتظار الكامل. الفكرة السابعة، اهتم بنفسك حتى لو محدش شايف. اعملي روتينك، البسي حلو، رتبي بيتك، اقرأي، اتعلمي. مش علشان حد يشوفك، اعملي ده علشان كل يوم تبصي في المراية وتحسي انك فخورة بنفسك. لان احترامك لنفسك بيبدأ من الحاجات اللي محدش بيشوفها. نيجي بقى للفكرة التامنة، خلي افعالك اعلى من كلامك. في ناس بتحب تتكلم عن احلامها، وفي ناس بتشتغل، وبعد سنة اصحاب الكلام لسه بيتكلموا، واصحاب الافعال بقوا عايشين الحلم. اسألي نفسك انا من انهي نوع. الفكرة التاسعة، ما تستعجليش النتيجة.
احنا عايزين كل حاجة بسرعة، لكن الحياة مش كده. عايزة اقولك ان الزرعة مش بتطلع تاني يوم، وكمان شخصيتك كل يوم بتشتغلي على نفسك انتي بتزرعي، والحصاد هيجي في وقته. المهم ما تبطليش. الفكرة العشرة: خلي النتيجة هي اللي تتكلم. أجمل إحساس لما حد يشوفك بعد فترة ويقولك إيه اللي حصلك. وشك منور، ثقتك مختلفة، كلامك أهدى، طريقة تفكيرك اتغيرت، وساعتها مش هتحتاجي تشرحي، وده لأن النتيجة هتكون أوضح من أي كلام. عايزاكي تفتكري دايما مش لازم كل الناس تعرف انت رايحة فين، ولا لازم حد يسقفلك. أوقات أكبر إنجازات حياتك بتبدأ في هدوء. اختفي شوية واشتغلي على نفسك. ارجعي بنسخة تخلي الناس تقول ايه اللي حصل لها. سلام.